السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة كشف الحقائق. معانا خبر كده يا جماعة عن بخصوص عصام صاصة ومحاكمة عصام صاصة النهاردة. نقول تفاصيل الخبر كده. بدأ منذ قليل نظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصة لاتهامه بتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري والقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طه طلعت الشهير بعصام صاصة 24 عام طالب ومطرب مهرجانات، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطلبية ومحافظة الجيزة أحرز بالذات عن ميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات ويقصد تعاطي جوهر الإنفيتامين المخدر من غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات ويقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر من غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات ويقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. يعني كل الأحراز اللي معانا دي يا جماعة هو كانت معاه بقصد التعاطي، يعني حشيش وترامادول وأنواع تانية من البرشام يعني. كما قال سيارته وهو تحت تأثير المخدر، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتاح محروس، وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي المخدر، فاصطدم المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم. وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة لعصام صاصة تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامادول، وهم أحد مشتقات الفنسينيل أمين، وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات. وفي نهاية الجلسة قررت هيئة محكمة جنايات الجيزة المعاقبة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بذنهم رفع ثاني جلسات محاكمة عصام صاصة مطرب المهرجانات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات لإصدار الحكم. طبعا يا جماعة يعني اللهم لا شماتة ولا حاجة، ولكن يعني انت ربنا كرمك وربنا اداك من وسع، وربنا يعني اداك كل ما يعني اللي كنت بتتمناه واكتر يعني، وبقيت مطرب محبوب من الناس او مؤدي يعني محبوب من الناس، والناس كلها بتحبك والناس كلها كبرتك واديتك يعني او حطيتك في مكانة يعني كويسة. ما كانش فيه داعي طبعا للشرب او للمشي الغلط او كده. اتسببت في يعني في قتل انسان ملوش ذنب، مستقبلك يعني شبه ضاع. فانا مش عارف بصراحه، هو غالبا يعني زوجة المجني عليه يعني او اللي هو احمد دوت، هي اتنازلت بمقابل يعني مبلغ يعني مبلغ مادي تعويض عن وفاة زوجها. وفي هيبقى في ممكن بقى القضية اللي هي بتاعت التعاطي دي، يعني ربنا يتولاه بقى ويكون درس ليه واللي فيه الخير يقدمه له ربنا. يعني احنا ما نحبش نشوف حاجة وحشة لحد يعني. بس يا جماعة ده كان الخبر اللي معانا، سيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.